أستمع لهذا الشاب اللطيف، وكنت أحاول فهم المغزى من هذه المتراشقات المتفرقة من مكان إلى مكان آخر. يتصل بشخص في اليمن، وبعد ذلك نكتشف أنه موجود معنا في هذه الغرفة. بعد ذلك يلقي أناشيدا كأنه مستجم في مكان محدد، شخص لا يوجد هناك سبب معين، ولكن اضطررت للجلوس في هذه الغرفة لكي نرى ما هي نهاية هذا الكلام، واكتشفت أنها تنتهي بنقطة حمراء. سعيد جدا أنا بالنقطة الحمراء فقط، لا أكثر ولا أقل. الآن أستطيع أن أذهب وأنام وأنا مرتاح البال. لكم اللاقط يا شباب. ألم يعلموك في المدارس أن لا تقطع كلام الرجال أيها الرجل؟ اذهب إلى الجحيم، تكلتك أمك. أسبئت عن ديننا واتبعت الدين الجديد؟ إذن لأذبحنك ذبح البعير. اذهب إلى قريش وقل لهم أننا سوف نقتل محمدا، وقل لهم أيضا أن يسكبوا لنا كأسا من النبيذ. أموت وأعرف أبو لهب وأبو جهل لما كانوا يشربوا سكر من فين كانوا يجيبوا الثلج؟ ما أدري إلى الآن ماني عارف نفسي. أعرف أبو جهل كيف كانوا يجيبوا الثلج.